مساء الخير يا متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكادو. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع قائمة المنقولات. ليه الست بتبقى مصممة تكتبها؟ إمتى الست بتتنازل عنها؟ وإمتى بتتسبب في حبس الرجالة؟ كل ده هنتكلم عليه في حلقة النهاردة، استنونا بعد الفاصل. في بداية الحلقة حابب أرحب بالدكتور مصطفى علي، محامي بالاستئناف. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نورتنا. بنورك يا فندم، الله يخليك. في البداية سيادة المستشار كنت حابب أسأل حضرتك، ليه الستات بتبقى مصممة إن هي تكتب قائمة المنقولات؟ ويعني إيه أصلا قائمة المنقولات؟ بص، هو قائمه المنقولات في البدايه هي مساله قانونيه او سند قانوني. لكن لو نرجع نقول ان ليه بنكتب قائمه منقولات من وجهه نظر الست، هي يعني مستند بيضمن حقها. في العرف بقى او من زمان، هي تصادف او ترادف مفهوم المهر. مفهوم المهر اللي كان بيدفع زمان او بيدفع من الناحيه الشرعيه، فدلوقتي كل الناس اتفقت او من فتره كبيره على موضوع قائمه المنقولات، فبيبقى ضمان للست اكتر من الراجل طبعا يعني. هل فعلا سيادة المستشار إن موضوع إن قائمة المنقولات ممكن توصل إن هي تحبس الراجل؟ اه طبعا، هي في القانون بتمثل جنحه، ووصف القانون ليها تهمه تبديد. لان لما تيجي الزوجه بترفع القايمه جنائيا، فبيسمى من الناحيه الجنائيه ان هو بدد المنقولات الزوجيه، يعني خان الأمانة او خان الامانه. ممكن حساب قد إيه؟ حبس الجنحه بيبدا من 24 ساعه لحد 3 سنين. لحد 3 سنين بتسقط. وبتسقط، بس اللي بتسقط دي ليها بالشروط. بتسقط دي لو اتحكم على الراجل بحكم غيابي، وقعد مثلا عليه، او ان هو ما عملش اجراءات فيه لمده 3 سنين، فبتسقط الجنحه. هل ممكن الست إن هي ترفع قائمة المنقولات حتى لو الورقة قائمة المنقولات الأصلية ضايعة منها؟ دي بترجع بقى لظروف معينه، زي الظروف مثلا لما تكون ضاعت منها، او تكون اتسرقت منها. فدي بتكون لها اثباتات، وطبعا تكون حررت محضر اثبات حاله. بتجيب طبعا قدام المحكمه شهود بتثبت ان فعلا، او بتاكد كلامها ان القايمه ضاعت او اتسرقت، بحيث يبقى في دليل قدام القاضي مقنع نستعوض بيه عن موضوع اصل القايمه طب خالص. افرض لو هي بتقول كده وخلاص إن هي ساعتها طبعا ضاعت، الزوج من حقه ان هو يدافع عن نفسه، يفهم. ومن حقه يجيب شهود نفي، زي ما هي هتجيب شهود اثبات، هو يجيب شهود ساعتها نفي. نرجع القرار بقى للقاضي. بترجع طبعا للمحكمه. للقاضي. طب طبعا. لو الرجل قال ان هو هيجي يسلم قائمه المنقولات ومعظم الحاجات لا مكسوره او الحاجات مش موجوده، فايه حلها؟ بص، هو بيلتزم ان يدفع مقابل التلف ده. حاجه مكسوره، اما ان يسلمها سليمه، لان هو ماضي على الكلام ده في القايمه. تمام. نص القايمه بيقول ان هو لما يجي تطلب منه يسلمها سليمه بدون اي تلفيات. تمام. فلما يجي في الموقف اللي هو بيكون فيه القايمه مكسوره او مش موجود او حاجات. مش موجوده، ساعتها لازم يستعوض عنها او يعوض عنها الزوجه، وبتقبل بالكلام ده. طب لو في حاله ان هو مش عايز يديها الحاجه خالص وعايز يدفع فلوس، ينفع؟ لازم هي توافق على الكلام ده، لان الاصل في القايمه تسليم المنقولات بذاتها. هي لو هي ارتضت ان هي تاخدها فلوس، فهي ما ساعتها رضيتش ما ارتضتش، يبقى هو بيلتزم يسلم المنقولات تلتزم نفسها. تسلم القايمه. طبعا. طب هل في حاله ان لو الراجل عرض قائمه المنقولات على الزوجه مم. وهي رفضت تستلمها، ساعتها عرضها هو عرض كده سليم. هيبقى براءة قدام نفسه بص، طالما عرضها عرض سليم بالاجراءات القانونيه المعتاده والمعروفه قدام المحكمه، وان هي المنقولات نفسها سليمه ما فيهاش اي شيء، ساعتها لو رفضت بياخد براءه. بياخد براءة. بياخد براءه. هل ممكن ودي حصلت في كثير من الاحكام معايا. حصلت؟ اه زي في ست جت تستلم حاجتها، الحاجه سليمه. جه الموضوع قدام المحكمه، طبعا عرضها على الخبير. جه لما تستلم قال لها، لما جت تستلم طبعا الخبير هو بيفرز طبعا المنقول منقول، او الحاجه حاجه. فالحاجه سليمه، فقالت لا انا مش هستلم. فاثبت طبعا الخبير ده في التقرير ان بتاعه حاجته سهلة ان الحاجه سليمه، وهي رفضت استلامها. فبالتالي التقرير ده بيروح عند المحكمه. فياخد فما براءة. بيروح عند المحكمه، فبالتالي القاضي هيديها ايه؟ براءة. هيديها لو اداله براءه. هو ما يجي يعرض عليها قائمة المنقولات بيعرضها فين؟ يروح عند أقرب اسم ولا محكمة ولا هو بينزل خبير؟ لا، هو الموضوع الاول بيكون قدام المحكمه.
تمام. بص، هو الموضوع من بدايته هو بيبدا من الاسم بعمل محضر، تمام. خلاص، او بيبدا من المحكمه بعمل جنحه. خلينا في الاجراء بتاع المحضر. لما نعمل محضر، المحضر بيروح النيابه بتحدد له جلسه قدام المحكمه. تمام. لو بنيجي قدام المحكمه، فالقاضي دلوقتي بيحيلها لحاجه اسمها خبير. الخبير تمام. ده بيكون خبير بموضوع العفش او بموضوع الخشب، يكون يعرف هل العفش ده سليم او تالف، او حتى لو تالف تصليحه يتكبد قد ايه. تمام. فبالتالي القاضي بيحدد يوم قدام الاسم التابع لدايره المحكمه، دايره تمام. المحكمه الجزئيه. يعني لو مثلا دايره اسم المعادي يبقى لو دايره محكمه المعادي يبقى اسم تمام. المعادي. عادي مثلا. ما علينا يعني، في نفس مثال. السياق كمثال. ف... فالفكره بعد كده لما بيحدد الميعاد قدام الاسم او عند الاسم المختص ده، بيكون طبعا الخبير موجود، ملتزم ان هو موجود في الميعاد. الطرفين لازم يكونوا يعني هو بياخد موجودين. حاجه قدام الاسم. الزوج طبعا ياخد حاجه بينقل قدام الاسم. العفش وبيوديها عند الاسم علشان الزوجه تيجي تستلم من عند يستلم من الاسم. عند الاسم. بيعملوا كمان محضر اثبات حاله بعد ما الخبير بيقيم المنقولات ديت، بيعملوا محضر اثبات حاله بما تم استلامه، علشان في الاخر التقرير ده والاثبات ده بيروح قدام المحكمه تاني، والقاضي وياخد طبعا بقى استلمت او بيشوف الكلام ده. استلم ما استلمش، رفضت، العفش سليم مش سليم، كل ده بيجي طبعا بتقرير رسمي قدام المحكمه. تمام. هل ممكن ان القاضي يكتفي على الزوج بالغرامه مش لازم الحبس؟ لا طبعا، لان زي ما قلت كده في الاول ان التهمه تهمه تبديد او جنحه تبديد، فجنحه التبديد في قانون العقوبات محدده من 24 ساعه ل3 سنين حبس. ايه اكتر ما القضايا اللي فيهاش اشتغلت غرامه. عندك في المكتب؟ ده قضايا كتير. يعني ايه اكتر حاجه انت بتحب تشتغلها قوي ومتميز فيها بص، هو الفتره الاخيره المشاكل الزوجيه زادت، صح. والقضايا الزوجيه زادت من ناحيه بقى الخلع والطلاق والنفقات، الى جانب طبعا القضايا الشرعيه برضو بتبقى ليها منحى جنائيا، بيبقى ليها ناحيه مثلا مدنيه. زي ايه مثلا؟ لما تيجي مثلا زوجه ليها حق مثلا نفقه عند زوجها، الزوج في نفس الوقت تعرض لزوجته بالضرب، او تعدى عليها بالضرب، او سرق مثلا منقولاتها، او الزوجه سرقت منقولاتها من مسكن الزوجيه. فبالتالي القضايا بتتطرق يعني بنفسها لناحيه جنائيه، مش اللي هو لانها بتتشعب. بتتشعب. طب فبنروح بقى ايه اللي التعويض حضرتك وبنروح تحب لحاجات تانيه. تقوله في نهايه الحلقه للمشاهدين؟ يعني رساله توجهها للمشاهدين. كرساله عايز اقول طبعا انا رجل قانون وكل حاجه، بس انا بقول اختار الانسان او الشخص قبل الاوراق وقبل المستندات. بمعنى ايه؟ بمعنى اذا كان الشخص وحش ما تكملش. ما تكملش. خلاص، لان معلش يعني احنا يعني يهمنا الانسان قبل الورق، يهمنا الانسان قبل الورق. فلو كان الانسان مش سوي، صح. يعني اذا بطل الاساس بطل كل شيء. هو بعدين انت ما بتتجوزش شخصيه، انت بتتجوز عيله كامله. انت بتتجوز عيله كامله. اب بام طبعا باخ باخت، طبعا فعيله بتتعامل كامله. مع عيله كامله. وفي نهايه الحلقه حابب اشكر دكتور مصطفى علي الله محمد يخليك يا استئناف، استاذ نورتنا يا حسام، دكتور. اتشرفنا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الله يخليك. في نهايه الحلقه حابب ابلغ مشاهدينا النهارده كنا بنتكلم عن موضوع قائمه المنقولات. ورقه ممكن تبني بيت وممكن تهد بيت. النهارده عرفنا كل حقوقنا، وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده ببرنامجكم انا والافوكاتو على قناه قلب الحدث مع حسام حسن. سلام.